هل ينتقل فتوح للنادي الاهلي؟ خلينا نسمع اسلام صادق ونرجع لبعض مره تانية. اخر حاجه وعلشان نستقبل بقى الكابتن رضا عبد العال، احمد فتوح، وهو احد المواضيع يعني الصفقات او احد اللاعبين المثارين خلال الفتره اللي فاتت. احمد فتوح بينتظر من نادي الزمالك الحصول على مبلغ 8 مليون جنيه من مستحقاته المتأخرة لبدء التفاوض على تجديد تعاقده مع إدارة النادي. أحمد فتوح تلقى عرض من مسؤول بارز جدا في النادي الأهلي قبل طبعا خوض البطولة العربية، وعقد جلسة مع مسؤول داخل النادي الأهلي في التجمع الخامس، وعرض عليه 25 مليون جنيه في الموسم، إلى جانب منحه 5 مليون جنيه إعلانات في حالة توقيعه للنادي الأهلي. طيب، ده من ضمن العروض اللي أحمد فتوح تلقاها خلال الفترات الأخيرة. بيفكر أحمد فتوح أكتر لو جاله عرض خليجي أكبر وأعلى هيوافق على طول، وممكن يرحل في حالة برضو فشل المفاوضات معاه داخل نادي الزمالك، اللي كان في يعني مسؤول كان أعلن ان تم التواصل مع خال اللاعب لاتفاق خاص بتجديد تعاقده. مش عارف ليه ما تمش اتفاق مع اللاعب نفسه، لكن ماشي، خلينا نمشي ورا كلام المسؤول السابق دوت. لكن خلينا اقول لك الاسباب الحقيقيه. احمد فتوح بينتظر 8 مليون جنيه من نادي الزمالك، الفلوس دي خدها هيبدا يتفاوض على التجديد. عنده اولويه لنادي الزمالك، عنده اولويه لنادي الزمالك. عنده عرض من النادي الاهلي ب 25 مليون جنيه في الموسم، عنده عرض من النادي الاهلي. لو جاله عرض اكبر من العرض ده او من العروض اللي هتجيله خلال الفتره الاخيره، هياخد قرار بالرحيل في الخليج مش في اوروبا. ده فيما يخص طبعا النجم طبعا احمد فتوح. ما يخص رمضان صبحي، تلقى نجم نادي بيراميدز تلقى من شهر عرض من احد الانديه التركيه الكبيره، وبدا وحصل كونفرنس مع المسؤولين في نادي بيراميدز للتفاوض على رحيل رمضان صبحي، في الوقت اللي مسؤولين داخل نادي الزمالك ورجال اعمال داخل نادي الزمالك عندهم الرغبه واتكلموا مع وكيل اللاعب في امكانيه انضمامه لنادي الزمالك، والى جانب ان هم بداوا يتواصلوا مع، قلت لك قبل كده ان في رجل اعمال عربي ابدى استعداده لتحمل صفقه انتقال رمضان صبحي من بيراميدز الى نادي الزمالك خلال الموسم اللي جاي. خلينا نشوف رمضان صبحي برضو واجهته، هل هيستمر مع بيراميدز متبقي ليه في عقده سنتين، ولا ممكن يرحل الى الدوري التركي، ولا يكون موجود في نادي الزمالك. كل دوت هيكون متاح خلال الفترة اللي جاية، وهنتابعه خلال الفترة اللي جاية. خلينا نطلع فاصل ونستقبل النجم الكبير الكابتن رضا عبد زي العال. ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت اخر تفاصيل صفقه فتوح. هل ينتقل النادي الاهلي؟ هل ينتقل الى الخليج؟ ورمضان صبحي هل ينتقل الى الزمالك ولا لا؟ لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معانا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات لو انت مش مشترك عشان يصلك كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.